السلام عليكم، مساء الخير. هنعمل النهاردة مكرونة نجريسكو، مكرونة بالفراخ او مكرونة بشاميل بالفراخ. تمام. طبعا هي حاجة كده، يعني بنعمل لها بشاميل وبنسلق مكرونة. تمام. بس الحشوة مختلفة، يعني بدل ما بنعمل المكرونة البشاميل باللحمة بنعملها بالفراخ. الطعم يا جماعة مختلف تماما. كمان انا عملتها هنا بالمكرونه الاسباجيتي، وهي اساس النجريسكو بالمكرونه الباستا اللي هي الشرايط. بس انا عملتها هنا بالاسباجيتي عشان طبعا دي المكرونه اللي متوفره عندنا في كل البيوت يعني. فانا حبيت ان انا اعملها، بس ما كلفش حاجات كتير من بره. وهتشوفوا معايا انا حطيت ايه من عندي، يعني ما كلفتش حاجات من بره كتير، غير هو يعتبر مكون واحد بس. لكن بقية المكونات هي مكرونة بشاميل زي ما بنعملها، بس الاختلاف في الفراخ. فده طاجن نجريسكو خطير. تمام. هنبتدي بقى. اول حاجة هنحطها على النار هو البشاميل. انا مش بحب البشاميل اللي هو على البارد، يعني في ناس كتير بتحب تعمله، بس هو الاطعم البشاميل اللي هو اللي انت بتسوي فيه الدقيق ده في معلقتين سمنة بلدي كده. طبعا انا هنا حطيت معلقتين سمنة بلدي على 3 معالق من الدقيق. تمام. طبعا انا عامله بشاميل كتير، بس انا هقول لكم هو هيتقل الكميه اللي معايا دي ازاي هتتقل. وانا حاطه 3 معالق دقيق بس. انا حطيت 3 معالق دقيق في معلقتين من السمنه، ونقلتهم على العين كده الصغيره، وجبت على العين دي القريبه دي. طبعا معايا هنا لتر ونص من اللبن، حطيت عليهم كيس بشاميل من كنور اللي هو البشاميل الجاهز، بيديني طعم وريحة وتيست جبار. تمام. هنا بقى هنقلب. طبعا اللبن هنا يا جماعة لسه ساقع، يعني مش سخن، يعني انا حطيته على النار بس عشان يتقل. بس انا قلبت فيه كيس البشاميل ده وهو لسه ساقع قبل ما يسخن. وبعد ما قلبت كده كيس الكنور البشاميل الجاهز في اللبن، سيبته على النار بقى كده يسخن، وحطيت عليه شوية فلفل اسود، وسيبته ياخد ويدي كده مع بعض كده لغاية ما القوام يتقل. تمام. بس برضو ما تنسيهوش ايدك فيه عشان ما يكلكعش. بصوا بقى، انا هرجع اللبن ده على العين اللي ورا، بس انا كنت حابه اوريهولكوا يعني قدام الكاميرا عشان ما افضلش انقل في الكاميرا هنا وهنا. فحبيت ان انا اوريلكوا البشاميل الجاهز قدامكم يعني. تمام. هنا بعد الدقيق ما استوى، تمام، اخد تشويحتين حلوين كده في معلقتين السمنه، ونزلت بالبشاميل بتاعي قبل ما يغلي، يعني هو كان دافي بس كده على النار وقبل ما يتقل كمان. تمام. وخليته هنا بقى كده مع الدقيق يتقل بقى كله مع بعضه بقى، يعني يتقل الدقيق مع البشاميل الجاهز كده يعني. نقلت البشاميل على العين اللي ورا كده على الواطي خالص، وايدي فيه برضو افضل اقلب فيه كده كل شوية عشان ما يعملش مني كلاكيع. تمام. هضيف عليه بقى، هو ده المكون الوحيد اللي انا جبته من بره. تمام. يعني انا عملت لكم المكرونه الاسباجيتي بدل الشرايط الباستا. وكمان هعمل لكم هنا البشاميل بالدقيق عادي، بس هحط هنا عليه علبه كريمه تغني الطعم شويه، يعني تخلي الطعم كده فيه غنى. بالنسبه بقى للنقطتين اللي هما الغامقين اللي في الصينيه دول، انا حطيت معلقتين سمنه عادي في الصينيه اللي انا هدي فيها الفراخ صدمه. المعلقتين النقط الغامقه دي يا جماعه البشاميل اللي طرطش نقطتين كده، طرطشوا في السمنه فاسودوا. تمام. اهو بصوا بقى، خدنا هنا الفراخ صدمه كده، يعني سخنا السمنه جامد، وبعد كده نزلنا كده بالفراخ تاخد صدمه تغير لونها على طول. طبعا الفراخ دي صدور، كان عندي كده صدر يعني قد نص كيلو كده، كان قطعة واحدة، فانا قطعته بالشكل ده. طبعا هي قطعة مش متساوية بس مش مشكلة. بعد ما اخد التشويحة الحلوة برضو وغير لونه، هنزل عليه بشوية فلفل اسود وشوية 7 بهارات وكمان شوية ملح.
وبعد ما تشوح كويس زي ما شايفين كده، نزلت عليهم ببصلايه مفرومه، برضو مش مفرومه ناعم يعني، كويسه برضو الى حد ما. وبعد ما البصلايه كده دبلت معايا في الفراخ، نزلت عليهم بفلفل الوان. ما عندكيش فلفل رومي مفيش مشكله، مفيش خالص برضو مفيش مشكله، بس الفلفل الالوان بيديني كده تسكيره كده في الفراخ، بينزل برضو صوص حلو في الفراخ، يعني بيديكي كده صوص في الفراخ. هنا كان البشاميل بتاعي كده اخد القوام المظبوط، كان تقل. ظبطت الملح بتاعه، عشان طبعا المكرونه بتاعتي انا ما جبتش المكرونه معاكم، لان انتوا طبعا كلكم بتعرفوا تسلقوا المكرونه، فانا ما حبيتش ان انا اطول الفيديو عليكم. فانا سلقه هنا معايا نص كيلو من المكرونه او كيس، ده كان كيس. تمام، سلقت المكرونه واخدت نص المكرونه حطيتها في ارضيه الصينيه. طبعا دهنا ارضيه الصينيه كده، يعني حطينا فيها مغرفتين كده حلوين من البشاميل الاول، عشان الصينيه تحمر من تحت، وكمان ما تخافوش مش هتلزق. وبعدين اخدت نص المكرونه حطيتها في ارضيه الصينيه، وبعدين اخدت عليهم شويه بشاميل برضو عشان يدوني كده برضو طراوه في المكرونه. وبعدين خدت كميه الفراخ بتاعتي حطيتها في النص حشوه، وبعد كده هحط بقيه المكرونه بتاعتي وهنزل عليها ببقيه البشاميل. تمام لغايه كده. المكرونه يا جماعه مفيهاش اي حاجه صعبه خالص. بصوا بقى، هنا انا كان عندي برضو مكعب كبير، انا بجيب الجبنه الرومي، دي جبنه رومي مش مبشوره. انا بجيب الجبنه الرومي قطعه واحده، بقول له ما تقطعهاش. باجي هنا انا اقطعها بقى قطع، وبحطها في الكبه تتفرم تبقى بالشكل ده، وممكن كمان تبقى انعم من كده، بس انا بقول كده كده هتسيح يعني، فمش هيبقى ليها اثر، هتديني طعم حلو بس. حطيت شويه جبنه رومي على الفراخ، وبعدين ضفت بقيه المكرونه، وبعدين نزلت ببقيه البشاميل كده وبسويه كده بالمغرفه بتاعتي. تمام، البشاميل ده بقى طبعا يا جماعه طعمه خطير، السمنه البلدي والكريمه واللبن، وكمان لسه هحط عليه حاجات هنا على الوش وهتشوفوا. بصوا انا عايزاكم تتخيلوا طعمها هيبقى ازاي. دول شويه جبنه موتزاريلا. تمام، وهحط بقيه الجبنه الرومي. بصوا، وهزود جبنه موتزاريلا تاني. تمام اهو، بصوا الجبنه الموتزاريلا طبعا سايحه فبتنزل مني قطع، هي لو يعني لو في الفريزر او مجمده شويه كانت هتتفرفت مني وتبقى هتتفرفت اكتر من كده، لكن هي سايحه فمعلش بقى هي نازله قطع، بس برضو على مين هتسيح برضو هتبقى زي الفل. بصوا بعد ما اخدت جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، هنزل بقى بمعلقتين من القشطه كده على الوش. انا هنا يا جماعه ما اشتريتش قشطه، برضو القشطه دي من وش اللبن. بصوا انا بجيب اللبن واغليه وادخله التلاجة، وتاني يوم الصبح اشيل الوش عشان ولادي مش بيشربوا اللبن وهو فيه وش يعني، فبحوشه كده وبعمل بيه اي وصفة. تمام، انا عايزاكم تتخيلوا طعم المكرونة وهي فيها كريمة وقشطة ورومي وموتزاريلا. تمام، بجد طعمها خطير جدا وريحتها تحفة، وطعم الاسباجيتي في البشاميل هنا طعمه خطير غير المكرونة اللي هي الفرن القلم. انا عقبال ما دخلت الصينيه الفرن وسبتها كده تستوي وولعت لها الشوايه، قلت هنا اعمل شويه سلطه كده جنب المكرونه. حطيت عليهم شويه زيت وشويه خل وملح وفلفل وكمون كده، وخلاص كده يعني طبق السلطه بتاعنا خلص. وكمان كانت المكرونه بتاعتنا طلعت من الفرن، بصوا شكلها واو يا جماعه، بجد تفتح النفس. وكمان دي كانت وجبه يعني غدا، مش هتحتاجي جنبها اي حاجه، لان هي غنيه فيها كل حاجه، فيها جبن وفيها لبن وفيها قشطه وفيها فراخ وفيها خضار اللي هو الفلفل الالوان. تمام، بصوا بقى هنا طبق، شكل الطبق بتاعنا بجد يجوع. طبعا قطعه المكرونه طبعا هي سايحه كده يا جماعه عشان بس هي سخنه، لكن لما تبرد هتبقى ماسكه نفسها وهتقطعي قطعه متماسكه وما فيهاش اي مشكله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.